أحدثت إليسا يوم أمس جدلا واسعا على السوشيال ميديا بعد نشرها بوست تتضمن قولا منسوبا للكاتب المصري الراحل طه حسين ينتهي بتوصية منه بضرورة دفن الأمة الإسلامية لأنها أمة ميتة قبل أن تعود وتحذفه. وتتعرض إليسا حتى الساعة لحملة انتقادات واسعة، وقسمت الآراء حول مفهوم رسالتها، كما ونشطت في الساعات الماضية حملة من المتابعين لمنصة إكس أو تويتر سابقا تدعو لمقاطعة إليسا ومطالبتها بالاعتذار، حيث اتهمت إليسا بالإساءة للإسلام. وتواصلت الحملة لتشمل متابعين من الخليج والمغرب العربي وغيرها من دول العالم العربي، فيما طالبها آخرون بالابتعاد عن السياسة والنقد الاجتماعي والاهتمام بشؤونها الفنية. كما دعاها البعض لتعيين مستشار لشؤون مواقع التواصل واستشارته قبل نشر أي بوست. وكانت إليسا قد كتبت في بوست لها على منصة إكس عندما سئل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عن رأيه في حال الأمة الإسلامية، كان جوابه: الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء، وتحارب الفساد بخطب المنابر، وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب، فهي قطعا أمة ميتة، وإكرام الميت دفنه. يذكر أن القول المنسوب لطه حسين لم يثبت أنه قاله، لكن رواد مواقع التواصل تداولوا بكثافة بعد مشاركة إليسا له وتبنيها السريع قبل حذفه، ما يعني أنها تراجعت عنه. يذكر أن قد تفاجأ جمهور النجمة إليسا بحذف أغنيتها الجديدة العقد التي طرحتها على موقع الفيديوهات يوتيوب منذ 5 ساعات من طرحها، حيث ظهرت رسالة بدلا من الأغنية تفيد بانتهاك حقوق الملكية من إحدى شركات الإنتاج. وكانت قد أحيت النجمة إليسا حفلا غنائيا في مهرجان العالمين الجديدة بدورته الأولى، وقالت إليسا على هامش الحفل: لي علاقة خاصة مع الجمهور المصري، بحبهم ويحبوني كتير، لافتة لأنها أول مرة تحضر لمدينة العالمين الجديدة وتفاجأت بجمالها. واختتمت إليسا: أحترم الدكتور مجدي يعقوب وقصصه التي يقدمها للعالم، ولم أتردد للمشاركة في الخير الذي يقوم به هذا العالم، مشيرة أنها تعمل في ألبوم 12 أغنية ستقدمها في أكتوبر المقبل. وبكده تكون انتهت فقرتنا. ما تنساش لو عجبتك القناة تعمل لنا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس.